قرار جديد سيطبق ابتداء من اليوم. قبل قليل وردنا خبر لن يعجب الكثير من المغاربة، فقبل قليل من الآن قرر هذا القرار الذي لن يكون في صالح الشعب المغربي. فتابعوا معنا تفاصيل هذا الخبر الجديد الذي وردنا الآن. لكن كما العادة، أولا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بكل جديد أخبار المغرب إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم. فتحت شعار ديروا النية خلاها السي وليد الركراكي. اليوم واحد الشركة كترفع من ثمن ديال المنتوج ديالها في ظل أو بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لنصف نهائي كأس العالم، وماشي زيادة طفيفة بل زيادة غادي تصدمكم للغاية. ففي تفاصيل هذا الخبر الذي وردنا قبل قليل، بينما ينشغل المغاربة بتشجيع المنتخب الوطني ضمن منافسات كأس العالم بقطر 2022 بعد وصوله إلى دور نصف النهائي، قررت تعاونية كوباك المنتجة لعلامة الحليب الجودة الزيادة في سعر علبة نصف لتر من الحليب. والزيادة ستفاجئكم، زيادة كبيرة ومرتفعة. وفاجأت شركة جودة زبنائها برفع سعر نصف لتر من الحليب من 3.50 دراهم إلى 4 دراهم أو أكثر، أي بزيادة تقريبا درهم واحد عن كل لتر من الحليب، وذلك دون سابق إنذار، مستغلة توجه الأنظار إلى قطر لمتابعة مباريات المونديال. أي بمعنى لتر ديال الحليب غادي يكون ب8 دراهم. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعلبة حليب أو لعلب حليب جودة مرفقة بتعليق ساخر بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لنصف نهائي كأس العالم. ثمن الحليب اليوم 4 دراهم عوض 3.50 دراهم عند شركة كوباك ديروا النية. وسبق أن عرفت أسعار حليب جودة زيادات شهر يونيو الماضي، ولا سيما في أسعار الحليب المعقم بمختلف أنواعها، حيث كشفت الشركة في إشعار لها الرفع من أسعار الحليب المعقم بنسب تراوحت بين 20 سنتيما ودرهمين حسب حجم العلبة ونوع الحليب المعقم. وكان سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم كامل الدسم زيادة، حيث انتقل من 9.30 درهم إلى 10 دراهم، وانتقل سعر لتر من الحليب المعقم نصف الدسم من 10.50 درهم إلى 11.50 درهم. وكذلك الأمر بالنسبة لعلبة اللتر من الحليب أوميغا 3 التي انتقل من 11 درهم إلى 13 درهم، وهو نفس مقدار الزيادة الذي عرفه اللتر الواحد من الحليب المعقم بدون لاكتوز، بالإضافة إلى زيادات متفاوتة شهدتها أسعار أنواع أخرى من الحليب المعقم. وسبق للحكومة أن اتخذت إجراءات لمنع ارتفاع أسعار الحليب بالمغرب من قبيل رفض الضرائب عن استيراد أبقار اللحوم، إضافة إلى منع ذبح العجلات المنتجة للحليب بتنسيق مع وزارة الداخلية. ويذكر أن الارتفاع المسجل في أثمنة الحليب جاء بالتزامن مع التساقطات المطرية التي توحي بتجاوز وضعية الجفاف التي يعيشها المغرب. وعبارة واحدة فقط تشعل الآن مواقع التواصل الاجتماعي هي مقاطعون وخليوه يخسر. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو الإخباري. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء والسلام عليكم.